هي ايه حكاية ضحى اللي قلبة جميع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واخدة هجوم جامد من كل أنحاء العالم؟ دي واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسكينة طيبة غلبانة، ملهاش في اللوع، ملهاش في أي حاجة. بنت جميلة، جميلة بروحها، جميلة بطبعها، جميلة بشكلها. كانت عايشة في دار رعاية. دار رعاية دي قفلت، تمام، وبعد كده اتنقلت لدار رعاية تانية. فبعد كده جه والدها استلمها من دار رعاية وعيشها معاه في البيت. فمن معاملتهم ليها، طبعا هي كانت شايفة في دار رعاية معاملة كويسة جدا، بيعاملوهم كأنهم أصحاب، اللي هي كانت بتعامل معاهم أصحاب، فاهمة؟ اللي هم عايزين التعامل ده، عايزين تعامل الصحوبية. انت صاحبي، احكي لي، فضفض لي. وخلوها تطلع عمرة. بعد كده اما ابوها خدها تعامل اللي هو بالعافية وبالإجبار. فهي مش مستوعبة ده، هي مش مستوعبة ان هي تمشي بالعافية او تمشي بالاجبار، او تتكلم في الوقت الفلاني او تسكت في الوقت الفلاني. هي عايزة اللي يسمعها، عايزة اللي يسمعها ويناقشها. ما لقتش الكلام ده في بيتها من ابوها. فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انها سابت البيت ومشيت، سابت البيت وهربت، ومش عارفة رايحة فين وجاية منين، لحد ما حصلت الكارثة. الكارثة اللي حصلت هنا ان في واحد ذئب، ذئب بشري بمعنى الكلمة، لقاها ماشية في الشارع، اعتدى عليها. وطبعا انتوا عرفتوا اللي حصل معاها. موقف يحزن. اولا هو مش هو المذنب لوحده في الجريمة دي، مش هو المذنب الوحيد، لا، المذنبين كلهم اللي ما احتووهاش في بيتها، اللي خدوها من دار رعاية وما عملوهاش بنفس الطريقة اللي كانت بتعملها في دار رعاية. وانا بقول عن نفسي ان مش المذنب الوحيد في القضية اللي اعتدى عليها وخلص عليها وحطها في اكياس ورماها في الزبالة. حسبي الله ونعم الوكيل.